كلموني قالوا لي سلطان عامل قلة أدب، قلت أروح أشوف سلطان ده مين. طلع كلب هاسكي عنده 4 شهور ونص. الباشا كان شيء ماشي بلطجي في الشقة، وزي ما انتوا شايفين كده كان قاعد يشطح وينطح في أي حاجة، مش همه حد. ابتدينا نخرج الطاقة كما تعودنا إن احنا لازم الكلب يكون بيخرج الباور بتاعه عشان يبطل موضوع غرايز العض. اما بالنسبه لان احنا قلنا لو الكلب بيعض في ايدي فاحنا بنعمل حركه معينه عشان الكلب يبطل بيها الموضوع ده. وقصاد ده لازم اكون بقدم له البديل اللي هو يلعب باي حاجه، وغالبا تكون طريه عشان سنانه ساعتها بتكون لسه مش قويه بما فيه الكفايه. والباشا طلع فاكر نفسه جيرمان. بعد ما خلصنا اللعب ابتدى يتدلع عليا شويه، وزي ما انتم شايفين عمل كأنه بيعضني، وانا عملت كأني مش واخد بالي عشان ما زعلوش مني، والدنيا مشيت الحمد لله على ما يجب. بعد كده ابتدينا نشتغل مع الباشا الاوبيدينس بتاعته، لقيت الفولو تريتس بتاعته كانت كويسه جدا. اخد ست، وزي ما انتم شايفين بياخد الاوردر بمنتهى السرعه، الله اكبر عليه مش عايز احسده. بعد كده خد داون. بعد كده ابتدينا ان احنا نرجع تاني لورا بحيث ان انا اديله اوردر ستي، ولما فضل ثابت رجعت اديت له التريت بتاعته. بعد كده ههتم يعني حته مهمه كده برضو انا ما كنتش بقول للناس عليها، ان انت لازم كمان ان الكلب ما يكونش بيختار التريتس بتاعته من ايدك. انت لو حطيت التريتس ورا ظهرك وابتديت تنادي على الكلب، والكلب ابتدى ان هو يبص لك في وشك زي ما انا عملت كده دلوقتي، والحمد لله كابتن مروان عمل زوم عشان انا كنت وانا بسجل فاكر انه ما عملش زوم وكنت عايز اصرخ، بس الحمد لله عمل زوم على الحته دي. وبعد كده ابتديت ان انا اديته التريت لما بص لي في وشي. بعد كده اديته داون تاني، وبعد كده اديته الستي. بعد كده اديت له الكام. وهنا كابتن مروان صغر تاني الشاشه رجعها كما يجب ان تكون. وبعد كده شويه دلع بقى ويختي يختي يختي كما تعودنا، وطلع امور سلطان وحلو. خرجت باصابه واحده بس في ايدي الحمد لله.